تجنيد إجباري أو الخدمة العسكرية. الفيديو إن شاء الله غادي نحاول نتحدث على الخدمة العسكرية بأدق التفاصيل، يعني من النهار الأول حتى النهار التالي. وإلا كنتي مقبل على الخدمة العسكرية، هاد الفيديو صراحة غينفعك بزاف، حيت فيه بزاف ديال المعلومات اللي غتستافد منه وغتفكرني بهم إن شاء الله. 19 شهر 5 2022 هاد التاريخ بالضبط كان هو النهار اللي غادي نمشيو ندوزو فيه الخدمة العسكرية، ولكن قبل ب20 تقريبا كانوا صونوا علينا الناس ديال القيادة وطلعنا خدينا الاستدعاء ديالنا. هاد الاستدعاء فيها جوج ورقات، يعني ورقة خاصة بالقطار وورقة خاصة بالحافلات، يعني كتمشي مجانا. 20 يوم كنا كنسولو الدراري اللي دوزو تجنيد 2019، يعني تجريدة 36، وعطاونا بعض المعلومات. دونك النهار اللي جانا الموعد باش اننا غنمشيو ندوزو الخدمة العسكرية كما قلت لكم نهار 19 2022 شهر 5، كنا عارفين بزاف د الحوايج، يعني شنو هما الحوايج اللي غنديو معنا، شنو هما الحوايج اللي كيقصيو الدراري. صافي داك الدراري كانوا نصحونا، قالوا لنا شنو تحتاجوا شنو ما تحتاجوش كما قلت لكم. يعني وجدنا راسنا نهار الخميس بالضبط، كان داك الليله الخميس، شدينا التران ومشينا لمدينه قصيف. ان وصلنا لمدينه قصيف تلاقاونا العسكر بالكاميونات، هزونا لتما بالضبط، داونا للقشله، نزلونا في الباب ديال القشله. صافي شدينا الصف كاملين وبقاو كيعيطوا لنا بالاسماء، واللي عيطوا له كيدخل باش كيدوز يعني داك الاجراءات. صافي دخلنا بدينا باب الاختبار، هو كيقلبوا بعض الحوايج شنو هز معاك، واش عندك شي موس، عندك شي حاجه بحال هكا كيحيدوها لك، ويعجب معاك شي حشيش ولا شي حاجه راه كيحيدوها لك. حيت كاينين بعض الدراري النهار الاول كيكونوا يعني مبليين بالمخدرات، النهار الاول كيكون باين معاه يعني بيكمي كما كنقولوا حنا. صافي يعني راه اين فوا كيلقاو عندك شي حاجه بحال هكا راه كيحيدوها لك. حنا ديك الساعه كان عندي واحد المقص ديال الطفران باقي عاقل عليه، وداك المقص الطفران فيه واحد الموس صغيور. حيدي داك المقص الطفران على حساب داك الموس اللي فيه، يعني يبداو خيط ما كيهضروش عليهم بحال دابا كلشي يدي معاك يبداو خيط، حيت ديجا يعني خصك ديهم معاك، غتحتاج يبداو خيط ضروري. كتبغي تحيد حوايجك، كتبغي الا جات التري كبير تبغي تسليمي ولا شي حاجه، ضروري يبدا خيط، ما كيحيدوهمش الصراحه. صافي خرجنا مع السيد الاختصاصي تيقول لي بالحوايج ديالك، عاوتاني كنمشينا عند واحد اخر مختص يعني في الطول وفي الوزن. بالنسبه لواحد المعلومه، الناس اللي يعني كيقول لك انا قصير عندي متر و60 ولا هذا، بالنسبه للطول راه ما كيقصيوش منه كاع الدراري. راه كانوا معنا دراري عندهم يلاه متر تقريبا 60 و64 قصارين كاع بزاف، وهكاك ما رفضوهمش، يعني راه كيتقبلوا. وبالنسبه يعني حتى الوزن ما كيأثرش، الوزن يعني تقول راني عندي واحد 100، كاين بعض شي وحدين كانوا يعني تبارك الله كيوزنوا بزاف ورغم ذلك ما تقصاوش، يعني الوزن والطول ما كيقصيش. يعني باش ما يكذبش عليكم شي واحد ويقول لكم حقا راه الوزن ولا الطول راه كيقصي، الطول والوزن ما كيقصيش، راه كاين واحد الحوايج كيقصيو. انا غنكمل الفيديو وان فوا غنوصل لشي مرحله راني غنقول لكم شنو هما، غنهضر عليها بادق التفاصيل، يعني غتعرفوا كلشي، يعني الحوايج اللي غيقصيوك الحوايج اللي ما يقصيوكش انت غتعرفوا. صافي دخلنا عاوتاني ندوزو النظر. بالنسبه للنظر، واحد الدري كان معنا هو اللي كان تقصى، حيت كان عنده النظر ناقص بزاف، يعني وداك الكولونيل اللي كان اختصاصي كيدوز لنا النظر كان كيحاول معاه بزاف، ولكن هو ما كيشوفش مزيان كاع. صافي تقصى داك الشاب هذاك وكملنا، يعني دزنا عاوتاني المرحله اللي موراها، واحد السيد عاوتاني اختصاصي كيقلب يعني الجسم ديال الانسان